التيك توكر لما الأصيل كانت امبارح بافتتاح معرض دمشق الدولي. هلا يفترض انه لما محجبة والحجاب ستر والستر يعني احترام. قصة لما مو بس قصة الفيديو تبع امبارح، الموضوع أعمق بكتير. القصة بتبلش مع باسل حيدر صاحب شركة وطن نتورك، وانتبهوا على الاسماء. وقت كان في عقوبات على سوريا اشترت قناة وطن نتورك الارشيف الفني السوري كلياته من اوله لاخره من النظام السوري السابق. وبعلم لما وبالعودة لموضوع كيف عرفنا هذا الشيء، تعالوا اخبركم كيف. من ما يقارب السنة لما طلعت فجأة بنص الليل وانبحتت وحكت عن كل شيء وانه هي الاحق بشركة وطن نتورك. ليش؟ لانه جوزها بلحظة طلقها للما، وللأسف طلعوا كل شيء مخبى بهالعائلة. وكيف؟ حسنوا يحصلوا على أرشيف التلفزيون السوري. اليوم لازم نسأل كيف انسرق أرشيف التلفزيون السوري، وكيف لما وجوزها حصلوا على هي الحقوق، وشو المبلغ يلي اندفع ولمين اندفع، وهل فعلا كان في صفقة بيع وشراء مع سيدة القصر أم هو تعاون مشترك. وهلا بدي ارجع لليلة امبارح يلي طلعت فيها لما عم تسمع صوت الرئيس أحمد الشرع وكانت عم تعمل إيحاءات بوشها وبعيونها. يعني أنا امبارح حسيت حالي وأنا عم شوف هاي الإيحاءات وكأني عم أحضر نتفليكس. يعني اللي بدي أقوله إنه ببساطة هاي التصرفات لا تليق بالحجاب، ولا تليق بسيدة سورية، ولا تليق حتى ببلد يفترض أو السمة العامة له إنه متجه مع حكومته للتحفظ. للعموم يعلمها، الأرشيف من حق الشعب السوري، والحجاب ستر مو وسيلة استعراض ولا زيادة مشاهدات.